موضوع آخر، السوداني أحمد بن عوف مقيم في الرياض وجد في منزله الجديد $500,000 ريال، حيث اكتشف أن هذا المبلغ يعود لمقيم سوري كان يسكن قبل في المنزل. وقد توفي المقيم السوري وغادرت عائلته السعودية ولم تعلم عن المبلغ. تفاصيل القصة مع الأمين أحمد بن عوف الذي صرح لترند السعودية. ذهبت إلى شرطة العزية وسلمت إلى العقيد بالشرطة بالقسم، وبعد برهة ربع ساعة تقريبا أحضر لي خطاب شكر وتقدير ونادى على جمع من الضباط والعساكر، وتم شكري وتقديري أمامهم بالأمانة وانصرفت على ذلك. لم يتم منحي أي مكافأة، بل تم استلام هذا المبلغ من الشرطة، تم تحويله إلى أمارة الرياض ثم إلى الخارجية لتسليمها إلى أصحابها. لم أشعر بأي ريبة، بل كنت سعيد جدا جدا بحصولي على هذا المبلغ، وأعلم أن المرحوم له أطفال صغار أصبحوا أيتام وهم في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ. أكثر ما نحتاجها الأيام الأمانة.